الست دي كانت خلاص بتولد، وبتروح لسواق تاكسي وبتطلب منه ان يوديها على المستشفى، وبيقول لها الاجره $100، وبتقول له معلش مش معايا فلوس، وبكل قله ذوق بيقول لها خلاص قولي لي تحت الشجره، وبتشوف انها بتتوجع وعملت حمامه على نفسها، وبيفضل يضحك عليها ويتريق عليها، وبتقول له حرام عليك اعتبرني زي اختك، وبينزل وبيزقها وبيقول لها ابعدي عني. فبيجي واحد بيقول له حرام عليك ما توديها المستشفى، وبيقول له طالما انت شهم معقول كده ما تدفع انت، وبيبص عليها وبتصعب عليه، وبيدفع فعلا $100، وبعد ما بيطلع بياخدهم على مكان غريب، والولد بيستغرب وبيقول له انت واخدنا فين، وبيقول له لحد كده على قد فلوسك، لو عايز اوديك لحد المستشفى لازم تديني $500 عشان 100 قليله. والبنت بتقول له انت اكيد شخص مريض، والولد بيتضايق بيقول له انت بتقول ايه، احنا كان اتفقنا 100 بس، وبيقول له ماليش دعوه على قد فلوسك. وعشان ينقذ البنت بيقلع الساعه، وبيقول له الساعه دي تعمل اكتر من $700، وبيقول له انا هاخدها وخلاص عشان هي صعبت عليا. وبعد ما بيطلع بياخدهم قدام مستشفى تانية، وبيقول له ايه ده، والولد بيبص على المستشفى وبيستغرب، وبيقول له ايه ده، دي مستشفى اسنان، وبيقول له انت ما حددتش عايز مستشفى ايه. وبكل قسوه بينزل بنت من العربيه وبيقول لها امشي بقى، وبينزل الولد وبيتخانق معاه، وبيقول له انت مش راجل وما تعرفش حاجه عنها. وفجاه بيسمعوا صوت طفل بيعيط، وبيطلع انها مش حامل ولا حاجه، وكانت حاطه عروس اللعبه ببطنها، وكل ده كانت عماله تصوره، وبتقول له انا دلوقتي بصورك لايف و50,000 واحد شايفك، وبتقول له انت دلوقتي بقيت مشهور قوي. وبيطلع ان الولد ده يبقى صاحبها، وهم كانوا عاملين كده عشان يفضحوه، وبتعرفوا انها عملت كده عشان عمل الموضوع ده قبل كده مع اختها الكبيره، وذلها جدا عشان ما بيحبش الناس السود. وبتقول له انت حياتك انتهت من ربع ساعه، والبوليس زمانه جاي دلوقتي.